مدرسة متصممة للمكفوفين، هو في حاجة اسمها كده؟ أحب أقول لك إن في، وخليني أشرح لك. المدرسة اللي قدامكم دي هي مدرسة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وموجودة في الهند. المعماري وهو بيصممها كان عارف كويس قوي هو بيصممها لمين، علشان كده هنلاقيه عمل ألوان فاتحة في المبنى، واهتم إن الفراغات يدخلها إضاءة طبيعية، بحيث الأطفال ضعاف البصر يقدروا يتحركوا في المبنى عن طريق التمييز بين الظل والنور، لأن هي دي الصورة اللي بيكونوا شايفينها طول ما هم ماشيين. كمان عمل الأرضيات كلها ناعمة ما عدا مداخل القاعات، عملها بارزة بحيث الطفل يعرف إن المكان ده فيه مدخل. حتى الحوائط بدأ يغير في الملمس بتاعها، يعني مثلا حوائط الطرقات الطويلة عملها خطوط بالطول في اتجاه الطرقة، وحوائط الطرقات الصغيرة الخطوط بتاعتها معمولة بشكل رأسي في اتجاه السقف، علشان الطفل أول ما يلمس أي حيطة يعرف هو فين بالظبط. واللي بيساعده أكتر على ده كمان إن المعماري زرع جناين زهور بريحة نفاذة في أماكن مختلفة في المبنى، بحيث كل جزء فيه يكون ليه الريحة اللي بتميزه. شايفين العبقرية؟ علشان كده مهم جدا واحنا بنصمم أي مبنى إننا نصممه للناس اللي هتستخدمه، مش نحطهم في أي مبنى